رسميا الأمم المتحدة بتعلن إن غزة تشهد حالة من المجاعة. مش ده الخبر اللي جاي يتكلم فيه ولا في تفاصيله، الفيديوز والصور بتتكلم أكتر من أي أرقام. أنا جاي أتكلم في مين في إيده يوقف اللي بيحصل ده. تحس إن العالم كله علشان يخلص من إحساس الذنب عمال يرميها في حجر التاني. انت السبب، انت اللي قافل المعبر، انت وانت. شعب واحد بس في العالم كله اللي ممكن يوقف اللي بيحصل ده بكرة الصبح، ومسؤول بشكل مباشر ومتورط في المجاعة دي وفي الحرب عامة من أول يوم. الشعب الأمريكي. مفيش حرب من غير تمويل. اقتصاد الكيان لولا الدعم الأمريكي العسكري المباشر اللي وصل ل 18 مليار دولار ما كانش هيستحمل يكمل سنتين اهو في حرب بالشكل ده. هي علاقة مباشرة. حنفية الفلوس لو قفلت اقتصاد الكيان هيتهربد والحرب هتقف. الغريب بقى والصادم، هل الأمريكان بيمولوا الحرب دي بمزاجهم؟ وفقا لاستطلاع في موقع جالب اتعمل في شهر 7 اللي فات 2025، 60% من الشعب الأمريكي رافض تمويل الكيان عسكريا، و32% بس اللي موافقين، و8% هبل ما لهمش رأي في حاجة. حزب الكاوتش، يعني أغلبية الشعب مش موافق. فوفقا للمعطيات دي نقدر نقول إن الشعب الأمريكي بلا منافس ياخد لقب أكتر شعب مقموع في 2025 على الأقل، لأنهم متورطين ومجبرين على تمويل قرار هم رافضينه بالأغلبية. ومش أي قرار، ده أبشع قرار في تاريخ البشرية حرفيا، استمرار الحرب على غزة. يعني لما تبص لحجم الكارثة في غزة ومدى اشمئزاز أغلبية الشعب الأمريكي من اللي حاصل ورفضهم للحرب دي، وكم الفلوس من جيوبهم اللي بتطلع لتمويل الحرب، فالمثلث المعطيات ده بيقولك ان احنا قدام اكبر حالة قمع حصلت لشعب، اكبر حالة اجبار على المشاركة في حاجة بالبشاعة دي. ادي لك مثال يقرب لك الاحساس. كأنك مواطن من اهل مكة، وحكومة مكة وقتها خدت من فلوس ضرايبك عشان تجهز الجيش اللي هيحارب النبي، رغم ان انت كنت رافض ده. استنى ادي لك مثال مسيحي كمان عشان شقاي الامه والوحده وبتاع. انت مواطن روماني وقالوا لك هناخد من ضرايبك نجيب الكرابيج والسياط اللي هيتعذب بيها يسوع. طب يا جدعان لا حرام، مش موافق على الكلام ده، دي جريمه. لا غصب عنك هنعمل كده وبفلوسك كمان. انت وصل لك احساس القمع والتوريط اللي هم فيه؟ لا، وكمان في بلد ديمقراطي، لاند اوف ذا فري، مش امبراطوريه رومانيه ولا قبيله قريش. نيجي بقى عند النقطه المهمه، وماذا عن الشعب المصري؟ ده شغل ودنك منين يا جحا بصراحه. كأن واحد ماسك سلك كهرباء بيكهرب بيه شخص ضعيف قدامه، والعالم كله باصص لجار اللي بيتكهرب ده ومتضايقين منه. هو انت ازاي مش بتضرب الراجل اللي ماسك السلك؟ طيب وماذا عن الفيشة؟ مش اسهل ما نعمل حرب عالمية تالتة حنفية تمويل الحرب على غزة تقفل اسهل؟ يعني حل سلمي وقابل للتنفيذ. يعني الحقوقيين اللي فكروا في قافلة الصمود اللي ضربت مشوار عشان تيجي مصر، ومظاهرات قدام السفارات في العالم، وجلوبال مارش تو غزة، محدش بص على الفيشة خالص ولا جاب سيرتها. احنا محتاجين جلوبال مارش للكونجرس الامريكي، جلوبال مارش حيث الفيشة. وكل التعاطف مع الشعب الامريكي الحقيقة، لانهم في موقف قمعي فريد من نوعه في التاريخ لا يحسد عليه.